طيب خلينا نتكلم، بما ان احنا عرضنا بقى فيديو الام، الامهات كلها بقى في البيت بيبقى لها كلام، يعني كل ام ليها كده لازمه معينه. والدتك كانت لازمتها ايه معاك؟ يعني الشبه هديك بالشبشب، مش عارفه ايه الحاجات لا دي. لا، هي لازمه امي كانت مش شكر في نفسي. يعني امي كانت دايما تمدح في نفسها وتقوم قايله مش شكر في نفسي. انا اي موقف يحصل في الدنيا تقول مش شكر، يعني انا ما مثلا بشكرش في نفسي مش والله. شكرانيه في مرات نفسي. خالي عملت موقف مع خالي مش حلو، فتقول مش شكر في نفسي، انا شايله البيت وقاعده ومستحمله وعامله مش عارف شايل ايه. اعرفكم. هي مقضياها مش شكر في انت نفسي. ليك اخوات؟ ليا اخ اكبر مني بسنه. بيشتغل ايه؟ مدرس فيزياء. ايه يا عم، كيمياء وفيزياء وايه ما ده؟ احنا الاثنين دخلنا كليه علوم. بص انا كنت بعمل اي حاجه زي اخويا يعني مثلا دخل المدرسه في امبابه في ابتدائي. هو يعني مثلك الاعلى يعني؟ راح في الدقي. هو في المذاكره ما شاء الله عليه شاطر. اوكي. دخل اورمان في اعدادي، رحت جريت وراه في الاورمان على طول. دخل كليه علوم، رحت رايح كليه علوم زيه. انا انت ما شاء اول الله مره مش اسمع كده سايبه. يعني. ماليش منساق ليه ورا اخوك كده؟ ما كانش لا انت قلت شخصية. اصغر ولا اكبر؟ اخوك اصغر؟ اكبر مني بسنه. اكبر منك. بعمل زيه، انا اللي بعمل زيه واصغر مني، يبقى ده تبقى مصيبه برجع يعني حاجه نيله خالص. فهو دخل علوم، فقمت داخل علوم لحد ما دخلنا بقى الكليه. هو كمل بقى في الدراسه وكده، وانا بقى التمثيل بقى. كان بقى لما بتشوف الفيديو، لما هو كان بيشوف الفيديوز دي، كان بيقول لك مثلا ايه اللي انت بتعمله، ايه الهبل ده؟ لا خالص، ده بيدعمني جدا بجد جدا جدا، وبيتبسط جدا. عنده حبيبه بنت اخويا، بنته طالعه معايا في نص فيديوهاتي ما شاء الله. اساسا كنا نطلع لايف انا وهي، نقعد نهزر مع الناس. طب وايه علاقتك بالمسرح؟ الجامعه. مسرح الجامعه. لكن ما فيش مسرح دلوقتي بقى بعد ما لا دلوقتي شغالين مسرحيه اسمها ريسايكل، اخراج استاذ محمد صغير، مخرج مهم جدا من المخرجين الشباب الموجودين دلوقتي. طبعا عمل حاجات كتير. يعني هو كان اخرج اول سيزون من تياترو مصر بتاع استاذ اشرف عباقي. الله. كان هو استاذ محمد الصغير، يعني عامل شغل بصراحه هايل. مسرحيه احنا خلصنا 60 ليله عرض في القاهره، كنا الحمد لله كامل العدد على مسرح الطليعه. وبعدين بدانا نلف بقى محافظات ورحنا بيها بورسعيد، وان شاء الله لسه في خطط تانية يعني. ان شاء الله.